السلام عليكم، ازيكم؟ ام بتسأل ابني اتغير فجأة وما بقاش يحكي لي اي حاجة، وبعد ما كان بيسمع كلامي ما بقاش طايق لي كلمة ولا عايزني اتكلم معاه. هو ما بقاش يحبني ولا ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا ست الكل ده نتيجة تراكمات كتيرة بسبب طريقة تعاملك مع ابنك، والتراكمات دي عملت فجوة كبيرة بينكم. اوضح لك اكتر. يعني الطفل وهو صغير كنت بتضربيه يروح لك يعيط في حضنك، تزعقي فيه يجري عليكي، تفرضي رأيك عليه وكله بالإجبار وبالعافية يسمع كلامك، وانت طبعا فرحانة ومبسوطة انك بتعرفي تخلي ابنك يسمع كلامك. فجأة تلاقي كل ده اتغير. اللي حصل ان ابنك وهو صغير ملوش حد تاني يروح له، البيت بالنسبة له هو العالم بتاعه. فهو ما كانش بيعمل كده حبا فيكي او علشان خايف على زعلك، لا، ده كان بيعمل كده علشان ما كانش عنده اختيار تاني. فاول ما كبر وخرج بره البيت ولقى فرصه انه يتمرد اتغير عليكي وبدا يفرض رايه عليكي ويعمل اللي عايزه وان كان عاجبك. فانت اتضايقتي وحاولتي ترجعي السيطره تاني، فحصل صدام اكبر والفجوه زادت بينكم اكتر واكتر، علشان هو خلاص ما بقاش الطفل اللي يخضع عليكي ويسمع كلامك. فتبداي انت تدوري على مبرر لغلطتك، انك كنت بتعملي كده علشان مصلحته، وانت تعبتي وطلع عينك ما بين شغل وولاد وبيت. بس مش هو ده الحل. الحل لو ابنك لسه صغير اقعدي مع نفسك وفكري في طريقة تعاملك معاه دلوقتي. هل بعد ما يكبر هتندمي على اللي انت بتعمليه دلوقتي معاه ولا لا؟ هل ولادك بعد ما يكبروا ويبقى ليهم حياتهم الخاصة واصحابهم هيختاروا انهم يحكوا لك مشاكلهم وياخدوا رأيك ولا لا؟ جاوبي بصراحة، وعلى اساس اجابتك حددي هتكملي بنفس الاسلوب ولا هتغيريه. طيب لو ابنك كبر خلاص واللي حصل حصل، وقفي صدام، غيري اسلوبك معاه، لان مفيش حاجه هتحصل غير ان الفجوه بينكم هتزيد. اقعدي معاه وقولي له حبيبي انا عارفه ان انا غلطت في حقك وغلطت في تعامله معاك واسلوبي معاك كان قاسي، بس انا بحبك وعايزه مصلحتك، بس يمكن الاسلوب او الطريقه كانت غلط. حاولي تصلحي العلاقه ما بينكم وانقذي ما يمكن انقاذه. بلاش لوم ونصايح طول الوقت، اديه فرصه يختار وياخد قرارات تخصه. امدحيه، اخرجوا مع بعض واتكلموا كاصحاب، اثبتي له فعلا انك عايزه تصلحي العلاقه بينكم. على فكره هو هيحاول يستفزك علشان يشوفك اتغيرتي فعلا ولا لا. اكيد الموضوع هيبقى صعب ومجهود عليكي انك تغيري اسلوب وتغيري قناعات انت اتربيتي عليها، لكن افتكري انك بتحصدي اللي زرعتيه. فما ينفعش تزرعي نقد ومقارنه وتسلط وضرب وتحكم وتحصدي حب وتقدير. لو انت مضغوطه ما بين شغل وبيت واولاد رتبي اولوياتك. مين الاولى عندك وحابه تستثمري فيه؟ حبنا لاولادنا فطري، سبحان الله غرسوا فينا، لكن علشان ولادنا يحبونا لازم نقدم لهم ما يثبت اننا بنحبهم. واخيرا اوصيكم بالدعاء. السلام عليكم.